Pasaporte chuma, timu support wa wanichi, pasona. Na pia nuwa wini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا اخوان؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وقاعد تكونوا بصحة جيدة. اليوم راح نتكلم على مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو اللي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح برشلونة. صراحة وانا كمشجع لبرشلونة هذه المباراة يعني تعطيك ثقة في هذا الفريق، لانه توصل للدقيقة 80 من المباراة وانت خاسر 2-0 ثم تعود بالنتيجة 3-2، فهذا يعطيك يعني دفعة من الثقة. تقريبا ربما لم نجرب هذا الشعور من مباراة بي اس جي والريمونتادا الشهير لبرشلونة في دوري ابطال اوروبا، فانك تعود في غضون 10 دقائق وتسجل 3 اهداف، فهذا شيء يعني يعطي اشارات جيده بان الفريق شخصيته بدات تقوى وشخصيته بدات تعود الى ما كانت عليه في السابق في 2015 2014. وهذه اهم نقطه من هذه المباراه، يعني بعيدا عن الفوز وبعيدا عن 3 نقاط اللي خذيناها، اهم شيء في هذه المباراه هو عوده الروح برشلونه وعوده الثقه للاعبين. نبدأ نتكلموا تكتيكيا. اول حاجه لازم نقولوها على سيلتا فيغو. سيلتا فيغو هو العقده برشلونه، يعني تقريبا هذا الفريق يعني اسس لكي يغلس على برشلونه بهذا المنطلق في كل موسم، يا اما يربحها في الذهاب يا اما يربحها في العوده يا اما يفوز عليه في الذهاب وفي العوده. يعني فريق مثل ما بيقولوا اخوتنا المصريين غتت، يعني غتت. المهم كانت نتيجه اليوم الحمد لله تغلبنا عليهم. كذلك لاعب اسباس، كذلك هذا لاعب اسباس يعني تعلم كره القدم ودرسها مع بالي سنه في معهد فقط لكي يسجل على برشلونه ولا يدير اسيس ضد برشلونه. يعني تجده طول الموسم يعني مثل دجاجه كي يجي ماتش تاع برشلونه يدير جناح ويطير، ما تفهمش المستقصد. يعني تحسب انه على بالي ربما قدم يعني عرض باش يلتحق برشلونه ورفض ولا ما على باليش حاجه هاك، ولكن اسباس ضد برشلونه يتحول الى بيلي. المهم نتحدث شويه على التكنيك، نتحدث شويه على المباراه ككل. نبدو نتكلموا على المباراه. صراحه اليوم تشافي تفزلك، وربما 5 اللي فاز بها في دور ابطال و5 اللي قبلها ضد ريال بيتيس مدت له الشعور بلي انه خلاص انه وصل على باليش انا بلي انه خلاص افكاره هي اللي راهي تفوز وافكاره هي اللي راهي تجيب هذه النتائج. واليوم تفزلك شفنا بلي لعب 3 مدافعين يعني ما كانش كاين تناسق بيناتهم، هو اللي خلى فراغات بزاف اللي ضربتنا بهم سيلتا فيغو. فزلك يعني واضحه جدا على انه تدخل تشافي كان في غير محله. حتى الدقيقه 80 العوده كانت بايدي يعني بارجل بارجل اللاعبين وليست بافكار تشافي. شفنا بلي انه البومباردو ليفاندوفسكي سجل هدفين، وبالافضل جناح في العالم بالنسبه لي هو كانسيلو سجل الهدف الثالث. يعني فزلك تشافي كانت في غير محلها، ونظن انه من الافضل انه ما يعاودش او ما يعيدش هذه الاخطاء. التشكيل راهي تلعب، الفورماسيون راهي تلعب وثابته، يعني خلاص ركز عليها وسيت تضيف لها ماشي تسيت، ولكن ما تحاولش تغيرها تماما. هذه النقطه المرة. نتكلموا شويه على ليفاندوفسكي اللي ماركا دوبلي. صراحه الهدف الاول كان شباب بزاف، راح نتكلموا عليه وعلى جواو فيليكس وعلى غافي وعلى العديد من اللاعبين وعلى كانسيلو. اولا ليفاندوفسكي نالت انتقالات كبيره جدا في الاسبوع الماضي. علاش؟ لانه لاعبين ربما 3 مباريات في الدوري وفي الشامبيونز ليج، شفنا بلي انه ليفاندوفسكي ما راش في مستواه المعهود. ولكن مثل هذه المباراه اللي لعبها اليوم برشلونه ضد سيلتا فيغو توريك يعني وتظهر معدن هذا اللاعب، يعني وكميه كما نقولوا الثقه وكميه الثقه في النفس اللي عنده انه يقدر يحمل فريق على اكتافه يعني بشكل بسيط جدا. سجل الهدف الاول بتمريره من جواو فيليكس، هدف عالمي جدا يعني بخارج القدم، ضربه العارضه فوق الافقيه ودخلت. شفنا به الهدف الثاني ايضا تمركز يعني ممتاز جدا، والتمريره كانت من كانسيلو في مقتل، خلت جميع المدافعين تاع سيلتا فيغو يقربوا من المرمى، ولكن هو خرج يعني عند ضربه الجزاء وسجل الهدف الثاني. كذلك الهدف الثاني جميل جدا، يدل على انه ليفاندوفسكي ليس فقط يعني يحرز اهداف وانما تموضع ويكون حاضر دائما باش يستلم الكره وباش يسجل. هذا هو المهاجم اللي يعني يستمناه اي فريق. يفكرني شويه بسواريز في اسلوب اللعب تاعه. نتحدث على ايضا جواو فيليكس. صراحه هذا هو جواو فيليكس كذلك اللي كانوا يتوقعوا منها انه ينفجر هكذا في اتلتيكو مدريد او حتى في تشيلسي. حتى اليوم يعني اعلن جواو فيليكس عن قيمته وعن يعني اداء التكتيكي. شفنا بلي انه عرض جواو فيليكس مع برشلونه 40,000 اورو في السنه تقريبا، يعني لو كان يلعب في الدوري الجزائري او يلعب في الدوري المصري او السعودي ربما ياخذ قيمه اكثر من هذه. ولكن هو قبل العرض باه يبين ويوضح للعالم جميعا ان هذه هي قدراتي وانه مكاني في برشلونه واني نستاهل نلعب في افضل انديه العالم. كذلك غافي اليوم تمريره حاسمه لكانسيلو، كانت كذلك تمريره جميله جدا في هذا السن، وانه يكون عنده ذلك الثبات الانفعالي وتلك الرؤيه في الميدان ويقدر يحط كانسيلو يعني على بعد متر ولا مترين عن المرمى ويخليه يسجل. كذلك يعني تعطي اشاره على انه غافي راح يكون له شأن كبير كثير في المستقبل ان شاء الله. خوتي كان هذا فيديو اليوم، مبروك علينا وان شاء الله عقوبه النجاحات ومباريات نفوز بها ان شاء الله في المستقبل. واش رايكم في اداء برشلونه اليوم؟ وما تنسوناش من ضرب الاشتراك واللايك، ونتلاقوا في فيديوهات الجايه ان شاء الله. مع السلامه.